احنا النهارده هنبدأ معانا الداتا ستراكشر او درس فيها الستاك. طبعا الداتا ستراكشر هنا هتبقى بالسي بلس بلس، بس انا هنا هشرحها كنظري، مش هشرح كواد قوي. هتبقى اكواد بس كده بسيطة بحيث ان انا افهم الداتا ستراكشر بتبقى ماشية ازاي، بس انا في الليست دي هشرحها كنظري بس. فانا اول حاجة معايا فيها الستاك. ايه هو الستاك او ايه الكونسيبت بتاع الستاك؟ حاجه اسمها الليفو. طب ايه هي الليفو دي؟ ليفو دي معناها اللاست ان الفيرست اوت، يعني الداتا اللي بتخش لي. مثلا معايا سيستم، دخلت داتا، مثلا دخلت رقم 5، بعد كده دخلت داتا تاني رقم 6. حلو. انا لما اجي اطلع او اجي امسح داتا، ماشي، مش هينفع امسح الخمسة اللي حطيتها الاول، لا لازم امسح الستة بعد كده انزل امسح الخمسة. يعني ايه؟ تعال نشوف تبقى ماشيه ازاي برضه. انا مثلا عندي اهو، ده مثلا ده السيستم بتاعي، اعتبره ان دي السيستم. حلو. انا اول حاجه حطيتها في السيستم رقم مثلا 6. تمام. بعد كده قمت جيت وضفت رقم 7. بعد كده قمت جيت وضفت رقم 4. حلو. هما بيمشوا بالترتيب ده، بيبقى الاول التاني التالت. تمام. دلوقتي ايه اخر حاجه عندي دخلت؟ اللاست ان هو الاربعة. طب انا دلوقتي عايز اطلع داتا او عايز امسح، ما ينفعش اروح وامسح الستة دايركت. ده ما ينفعش اروح امسح دي على طول، مش هينفع. طب انا بعمل ايه؟ بمسح اول حاجه دي، يعني انا اول حاجه احتاج اشيلها هي الاربعه. فانا لما اشيل الاربعه هيبقى معايا، دلوقتي انا مسحت الاربعه، هيبقى معايا تاني حاجه، اول حاجه عندي اللي هي السبعه. هحتاج اما اجي امسحها فهمسح فاشيل السبعه، هيبقى معايا الست، هاجي اشيلها فاشيل الست. بمشي بالترتيب، اللي هي اخر حاجه دخلت هي اول حاجه بتطلع. يعني ما ينفعش اول حاجه تخش هي اخر حاجه تخرج. ده نظام تاني هنبقى نشرحه بعدين، بس النظام دلوقتي الستاك ان انا اول حاجه بدخلها جوه اخر حاجه بدخلها جوه السيستم هي اول حاجه بتطلع. اول رقم بدخله، دخلت 6، دخلت 5. انا عايز اشيل الستة، مش هينفع اشيل الستة على طول، لازم اشيل الخمسة. اول ما الخمسة تتمسح هروح اشيل الستة. طب حلو. دي حاجه دي انا بعملها ازاي؟ انا عندي اوبريشنز اسمها البوش والبوب. البوش اني بضيف رقم، يعني أنا دلوقتي معايا الستة والخمسة. حلو. انا دلوقتي عايز اضيف رقم، فبكتب كود اللي هو البوش، ماشي، وبحط مثلا رقم جوه الستة. دي كل الاكواد اللي سي بلس بلس اللي بستخدمها. مثلا فانا كده عملت بوش للستة، فعمل خط كده، ففي ستة كده اتضافت. دلوقتي انا عايز اعمل بوب. البوب انا ما بقدرش اكتب رقم جوه، لان انا مثلا لو انا ما اعرفش اول رقم ايه، انا بعمل بوب هو تلقائيا لما بعملها كده، بسيبها كده تلقائيا بيروح يشيل اول واحد، اول رقم عندي بيروح يشيل الستة. الستة بتتمسح. قمت كاتب له بوب تاني تحتيه، قمت قايل له بوب تاني. حلو. هيروح يشيل الخمسة، كده الخمسة اتشال. هقول له بوب تالت، كده هيروح يشيل الستة. بيشيلهم بالترتيب، بيشيلها من اخر حاجة دخلت لاول حاجة دخلت، بياخدها من فوق لتحت. حلو. حلو. دلوقتي في اوبريشنز تانية غير البوش والبوب. عندي اوبريشن اللي هي اللينس. اللينس اللي هو مثلا بيقول لي عدد الارقام اللي جوه عندي كام، او اللينس بتاع الاستاك عندي كام. يعني دلوقتي اللينس بتاع الاستاك عندي 2، في جوه رقمين، فده اللينس بتاعه 2. ماشي. عندي الاوبريشن التانية التالتة، احنا قلنا البوش والبوب. عندي التوب اللي هو بيبرنت لك اخر رقم دخل، اللي هو ده التوب بتاعي اللي هو رقم 5، لان هو لاست انبوت اخر حاجه دخلت. فده التوب بتاعي، بحيث ان انا همسحه لما مثلا عملت بوب او عملت حاجه، يبقى هيمسح لي الخمسه. فانا مثلا لما اديله كود اقول له مثلا التوب، هيقوم طبيعي هيعمل لي برنت للخمسه، يقول لي الخمسه هي اللي عندك التوب. طب اللي بعده عندي الامبتي. الامبتي دي بتبقى بول فانكشن، اللي هو بشوف انا كتبت دلوقتي امبتي، هو بقى هيتشيك يشوف الستاك بتاعتي فيها ارقام، ماشي، هيطلع لي فولس. فيها ما فيهاش ارقام هيطلع لي ترو ان هي امبتي. دلوقتي عندنا abstract data type. الابستراكت داتا تايب دي اللي بتقول لك الستاك عندك او السيستم عندك الاوبريشنز بتاعتك ايه، بس ما بتقولكش الامبلمنتيشن بتاعك ايه. يعني ايه؟ يعني الابستراكت داتا تايب بتقول لك التايبس اللي عندك. يعني مثلا عندنا هنا في الستاك عندي البوش والبوب واللينس والتوب، الداتا تايبس دي. آه بس هي ما بتقوليش انا هستخدمها ازاي وايه استخداماتها. يعني مش هتقول لك انا بستخدمها في لينكد ليست، استخدمتها في اري، لا هي بتقول لك انك بتبوش الداتا تايب بتاعتك. انما الداتا ستراكشر دي بقى اللي بتقول لك انت
ازاي الامبلمنتيشن بتاعها هتعمله ازاي. يعني استخدمتها في لينكد ليست، استخدمتها في دايناميك اري، او بمعنى اوضح تاني خلينا نجيب مثال تاني خارجي كده. مثلا انت عندك عربيه، ماشي، العربيه بتعمل ايه؟ الطبيعي ان هي بتتحرك وبتقف، ماشي. دي انها تتحرك وانها تقف، ده الابستراكت داتا تايب، دي الحاجه اللي انا بستخدمها في العربيه. طب الحاجه دي إيه السبب انها تشتغل؟ او انا يعني اساسياتها ايه؟ اللي هو الانجن والبريكس، الموتور هو بيخليها تتحرك، العربيه بتتحرك بسبب الموتور، ماشي. وانها بتقف بسبب الفرامل. دي الفكره، ان انت بتبقى عندك ان الابستراكت داتا تايب هو بيقول لك الاوبريشنز بتاعتك ايه، ماشي، بس ما بيقولكش ازاي بتتنفذ. ازاي بتتنفذ دي بقى، دي مهمه الداتا ستراكشر. بعد كده عندي الامبلمنتيشنز بتاعتي للستاك. دلوقتي انا عندي بعمل امبلمنت الستاك ازاي؟ بحاجتين، بيبقى في طريقتين، في لينكد ليست وفي دايناميك اري. دول انا اللينكد ليست نفسه والدايناميك اري نفسه هناخدهم بتفاصيل اكتر في فيديو تاني، بس انا حبيت بس اوضح نقطه هنا، ان انا مثلا بستخدم الستاك مع حاجه فيهم. عندي في اللينكد ليست عندي حاجه اسمها الهيد. الهيد ده بيبقى ايه؟ انا عندي ان يبقى شكل الستاك مثلا بيبقى هنا مثلا في رقم متوصل بحاجه اسمها النود، دي بيبقى نود جواها رقم متوصله بنود تانية، كل ده هنعرفه في تفاصيل فيديو تاني، مثلا 7، ماشي. وعندي هنا 8 مثلا، ماشي. عندي حاجه اسمها هيد. الهيد ده ماشي بيبقى موجود في حاجه فوق كده، ده بيبقى اسمه الهيد، ماشي. الهيد بيبقى بيشاور على اول رقم. يعني الهيد بيبقى لو جبت الهيد اللي بيشاور عليه بيبقى اول رقم اللي هو 6، فمعنى الستة ده بيبقى التوب. التوب بتاعي، التوب بتاعي في كاستاك، لما باجي استخدم ستاك مع اللينكد ليست، التوب بتاعي بيبقى هو الهيد، بيبقى اخر رقم. لان انا لما اجي في اللينكد ليست، لما اجي بحط مثلا عملت بدايه الستاك وعملت بوش لرقم، ده بيتزق لقدام، والرقم التاني بيتحط هنا. يعني مثلا عملت بوش ل9، فالتسعة تبقى هنا، وده هيبقى بيشار على ده، والهيد هتبقى المفروض بتساوي اول رقم اللي هو ده. فانا عندي التوب بيبقى الرقم اخر رقم دخلته اللي هو اللاست انبوت. فانا عندي اللاست انبوت بيبقى هو الهيد، يعني لما بتطلع الهيد بتبقى هي التوب بتاعته. دي النقطة في اللينكد ليست. في الديناميك اري يعني مثلا اري بالشكل ده 4 و5 و6 و7. احنا عارفين زي ما قلنا ان الستاك، ماشي، بيبقى لاست انبوت. يعني لاست انبوت اللي هو اخر رقم حطيته، ده بيبقى التوب بتاعي، اللاست انبوت. بس فانا لما اكون بستخدم دايناميك اري او بستخدم لينكد ليست، بعرف التوب من التوب في الدايناميك اريست في الدايناميك اري، سوري، بيبقى اخر اليمنت او اخر اندكس انا دخلته. في اللينكد ليست بيبقى هو الهيد. شوف الهيد بتساوي ايه، فهي التوب برضه بيبقى نفس الحوار. اهو زي ما انت شايف قدامك، قال لك عندك اللينكد ليست اهي، التسعة هنا دي الهيد، او الهيد بيشار على التسعة، فانت عندك التسعة هنا التوب لان هي اول رقم موجود هنا. انا لما باجي اضيف في اللينكد ليست في كاستاك في البوش، بضيف من الشمال. يعني انا لو هزود هنا، عملت بوش تاني هيبقى هنا، عملت بوش تاني هيبقى هنا، بتزود من هنا. في الديناميك اري بيبقى اخر اندكس عندك هو التوب بتاعك اللي هو التسعة هنا. بعد كده عندي الستاك ستاندرد تمبلت لايبرري. دلوقتي في سي بلس بلس الستاك بيبقى ليها لايبرري لوحدها، بيبقى ليها مكتبه. المكتبه بتاعتها اسمها ايه؟ اهي، بيبقى اسمها انكلود الستاك. انت عادي ده مثلا عندك كود بتقول انكلود الاي ستريم، انكلود الستاك، ماشي. لما بتيجي تستخدم الستاك بتكتب ستاك انت وترمز له بحرف اللي هو اس تي اي حاجه، بس عشان الستاك مثلا انا ربطت له بالاس، حلو. فانت لما تيجي تشتغل بتقول اس دوت بوش 7. دلوقتي انت عملت بوش ل7، وانا عملت اس دوت بوش 8، اس دوت بوش 9. دلوقتي بقى عندك في الليست عندك ايه؟ عندك 7. تعالى اوريها لكم. عندك دلوقتي الليست بتاعتك بقت 7 لما بتعمل بوش. عملت بوش اول رقم اللي هو 7، بعد كده رحت عملت لل8، بعد كده رحت عملت لل9، فتبقى كده. دلوقتي بقى عندي التوب بتاعي، دي الستاك بتاعتي، بقى عندي التوب بتاعي هو ال9 اللاست انبوت اللي هو ده. جه في الكود بعد كده قال لك اس دوت توب. يعني اس دوت توب يعني ما تقول له الاس دوت التوب هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك التسعة، الاوتبوت بتاعها هيبقى 9. حلو. بعد كده قلت له اس دوت بوب. اس دوت بوب معناها ان الرقم 9 ده اللي هيتمسح، يعني دي هتتدلت عندي، تبقى موجوده.
وده اللي هيبقى الستاك بتاعي. الستاك بتاعي هيبقى 7 و8. وهكذا مع اللينس هتقول له s.lens او s.empty. هكذا انت بتستخدمها ازاي في الكود بتاعك؟ بتفتح لايبرري فوق اللي هو include الستاك، وانت بتكتب قبل ما تستخدم الستاك لازم تكتب ستاك مثلا انت والحرف بتاعها، لان هو انا في الجزئيه دي انا هعمل ستاك هنا، بحيث انت ممكن تكون في الكود هتستخدم ستاك وهتستخدم حاجه تانية اسمها كيو وتستخدم لينكد ليست. فانت عشان ما تتعملش انتربت ما بين بعض انت هتحتاج تكتب الستاك انت دي التايب بتاعها بتاع الستاك، وبتستخدم فيها الاوبريشنز بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هي الامبتي والبوب والبوش والسايز والتوب. حلو. دلوقتي ايه الابلكيشنز اللي انا بستخدمها في الستاك؟ انا عندي الستاك اكتر حاجه مثلا بستخدمها عندك في في الاوندو بيبقى اللي هو مثلا اخر اوبريشن انت عملته. مثلا انا دلوقتي عملت حاجه ماشي، فانا دلوقتي عايز اشيلها فبعمل اوندو بتتشال. انا دلوقتي مسحت حاجه عايز ارجعها فبعمل اوندو فبترجع. بتبقى شبه في نفس فكره الكنترول زد كده بالظبط. انت عملت حاجه، لا انت عايز ترجع خطوه لورا فبتعمل كنترول زد بيرجع لك لاخر خطوه انت عملتها. فدي فكره استخدامات الستاك. ماشي. الستاك بقى يعني ازاي ككومبايلر او كالكمبيوتر نفسه بيتعامل مع الارقام دي ازاي وبيستخدم فيها الستاك؟ عندنا حاجات اسمها انفكس وبريفكس وبوستفكس. الانفكس بيبقى الارقام بتاعتك الطبيعيه. انت مثلا انت عملت مساله حسابيه في الماث، ده المساله بتاعتنا الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها، الاي بلس البي مثلا بتساوي مثلا اي بي وهكذا. ماشي. البريفكس بتبقى حاجه كانت بتستخدم زمان وبتستخدم في معظم الكومبايلرز القديمه، اللي هو بيكتب لك الاوبريشن الاول اللي هي الاشاره الاول، بعد كده بيكتب لك الارقام. والبوست فيكس دي اللي بتستخدم دلوقتي والكمبيوتر نفسه بيستخدمها. ماشي. ان هو بيكتب لك الارقام الاول بعد كده الاوبريشن. طب تعالوا نفهم الحوار ده ماشي ازاي وتعالوا نحل كده مساله عليها. دلوقتي قبل ما نحل مساله او قبل ما نشوف حاجه، في حاجات محتاجين نعرفها الاول. دلوقتي انا عندي الانفكس زي ما قلنا ان هو بيبقى المساله الاساسيه بتاعتي او مساله الماس. انا كشخص بكتبها بتبقى مساله طبيعيه a زائد b، a زائد b في c، a زائد b كلها مضروبه في السي، بتبقى مساله عاديه بتاعتي. البريفكس بيبقى الاوبريشن بتبقى قبل الارقام. ماشي. وفي البوست فيكس بيبقى الاوبريشن بعد الارقام. طب حلو. دلوقتي انا دول بحلهم ازاي او بحولها ازاي؟ اول حاجه عندك انت حاجه اساسيه عندك الارقام او الحروف اماكنها بتتغيرش، تنزل بنفس الترتيب. الاماكن بس الحاجات اللي بتتغير هي الاوبريشن اللي هي الزائد والضرب والطرح والجمع، الحاجات دي كلها دول اللي اماكنهم بيتغيروا بس. فانت عندك الاي والبي، انا هحط ايه وهحط البي زي ما هم. تمام. دلوقتي الاي والبي دول عندي ما بينهم جمع. احنا قلنا في البري بيبقى الجمع قبل بيبقى الاشاره قبل الارقام، فالبلس هتبقى هنا كده. انت حولت ايه بلس بي دي بريفكس. عندك تاني حاجه، عندك في البوست فيكس بيبقى الاشاره بعد الارقام، يعني احط الاي والبي زي ما هما نفس الترتيب بتاعهم والاشاره بعديهم اللي هي هنا بلس، دي البوست فيكس. طب لو عندك حاله تانية في ضرب، انت عندك في الماس انت الاولويه بتبقى للضرب قبل الجمع، مظبوط. فدي هتعمل ازاي؟ انت تحط عادي الايه 3 ارقام بتوعك السي. ماشي. احنا قلنا في البري بيبقى الاشاره قبل. حلو. طب انا هبدا بالضرب. بيبقى عندي الضرب كانت بي في سي، بي في سي، يبقى قبل البي والسي العلامه الضرب بتاعتها هتبقى هنا. بعد كده الاي في مكانها، الاي المفروض زائد كل ده، يبقى كل ده بقى رقم واحد. ماشي. وده رقم لوحده، فاحط البلس هنا، البلس دي تبقى زائد ده وده كله. بعد كده عندك في البوست فيكس، البوست فيكس الاشاره بتبقى بعد، فهنحط الارقام زي ما هي، A B C. حلو. انا عندي الاول البي في السي فهتبقى في علامه ضرب، الضرب الايه لدول، دول اتضربوا في بعض. بعد كده عندي الجمع، هجمع هنا، هجمع ايه؟ هجمعها بقى مع الايه. انت بتشوف الضرب الاول بعد كده الجمع اهو، البي في السي الاول بعد كده جمعتهم على الايه. طيب دلوقتي لو عندك اقواس، لو في عندك اقواس A بلس البي كلها مضروبة في السي، دلوقتي انت عندك ايه الأولوية؟ الأولوية انك تفك ده، مظبوط، بعد كده تضربه في دي.
دي عندنا الارقام قلنا بتنزل زي ما هي، والاقواس ما بتتكتبش. احنا في البريفكس والبوست فيكس ما بنكتبش اقواس. بي سي. حلو. دلوقتي عندي ايه بي سي. احنا قلنا اول حاجه بنعملها هنجمع الايه مع البي. ايه بي سي. اول حاجه هنجمع الايه مع الايه مع البي. فاحنا قلنا الاشاره تبقى قبل الرقمين، يبقى الاشاره. ودايما دي حاجه هتبقى عارفها، الاشاره بتشوف الرقمين اللي بعديها وبتجمعهم. يعني الاشاره اللي بعديها ايه؟ الاي والبي، فهتجمع دول بس لوحدهم، يعني الاي بلس البي. حلو. بعد لما اعمل ايه بلس البي هيبقى معايا بقى هضربها في السي، يبقى في ضرب هنا. يبقى اول حاجه هيعملها ايه؟ هيجمع الاتنين دول، بعد كده هيضرب الاتنين دول. انت عندك معلومه بقى هنا حلوه، انت عندك في البريفكس من ناحيه الجمع، يعني من ناحيه الاشارات بيبدا من اليمين للشمال، وفي البوست فيكس من ناحيه الاشارات بياخدها من الشمال الاول لليمين. حلو. يعني تعالوا نحل كده للاخيره. انا عندي هنا اهو الاي والبي والسي. دلوقتي هو قال لي الاي بلس البي، يبقى ايه بلس البي اشاره بعديهم، بعد الرقمين عشان دي بوست فبعد. فعندي ايه بلس البي وكلها مضروبه في السي، يعني هنا السي وفي هنا ضرب. لو عندك البلس هتجمع دول مع بعض، والسي هتضرب ده في ده. بس دي طريقة التحويلات. تعالوا نروح لمسألة كده ونجرب نحلها. ماشي. عندي المسألة دي وجي قال لي حولها لي البوست فيكس. احنا قلنا البوست فيكس ده ايه؟ بيبقى الإشارة بعد الأرقام. طب حلو. طب أنا هفك ازاي؟ هتبص هنا، انت هتبص هتبص على المسألة من الشمال لليمين الأول واحدة واحدة. ماشي. هتوصل عندك انك هتحتاج تفك البراكت ده الأول. ثانية. توصل معاك انك هتحتاج تفك البراكت ده الأول، بعدين تضرب البراكت ده في التمانية، بعدين هتجمع التلات دول ارقام مع بعض، بعد كده تضربها في الستة. مسألة حسابية بتاعتك العادية لما بتشوف مسألة زي كده. طب حلو. دلوقتي عشان نحاول نبص فكرة هنحتاج نفك البراكت ده الأول. احنا قلنا الأرقام هتنزل زي ما هي، فتعالى ننزل الأرقام زي ما هي. عندي ستة، وعندي الخمسة، وعندي الاتنين، والتلاتة، والتمانية، والتلاتة. دي طرق من الطرق اللي ممكن تحلها بيها كده، أو ممكن تاخدها واحدة واحدة وتنزل أرقام زي ما هي، بس أنا بحل بالطريقة دي. عندك اتنين زائد التلاتة، احنا قلنا الاوبريشن بتبقى بعد الارقام. عندك اتنين زائد التلاتة يعني في زائد هنا. الزائد ده معناه ايه؟ ان دي الاتنين زائد التلاتة. حلو. بس احنا مفيش اقواس فهتشيل. حلو. بعد كده يبقى دي خلصنا منها، دي راحت كده. بعد كده عندك ايه؟ عندك ان دي مضروبة في التمانية، يعني اتنين تلاتة زائد بعض كلها مضروبة في التمانية، في علامة ضرب هنا، ان التمانية دي مضروبة في كل ده. حلو. حلو. بعد كده دي كده راحت. دلوقتي انا عندي الخمسة زائد التلاتة زائد دول. حلو. يعني عندي ايه؟ عندي هنا زائد ان انا دي كده زائد دي، يعني الجزء ده كده زائد الجزء ده. مش الجزء ده بقى رقم واحد، اتنين والتلاتة زائد بعض، بعد كده ضربتهم في التمانية. حلو. عايز دلوقتي اعمل زائد الخمسة، فالجزء ده كده كله هيبقى زائد الخمسة. حلو. بعد كده هعمل ايه؟ دي كده راحت معايا، فاضل لي التلاتة دي عايز اعملها زائد لدول، فهتبقى الزائد دي بره. فبقى عندي التلاتة دي تمام، وكل ده بقى رقم واحد. عندي كل ده بقى رقم واحد، ان دي سوري ده كده كله. ليه؟ ان عندي اول حاجة الاتنين زائد التلاتة. انا باخد بقى، احنا قلنا في البوست فيكس باخد الاشارات من الشمال لليمين. اتنين زائد التلاتة، بعد كده دي كلها مضروبة في التمانية. حلو. بعد كده ده كله معمول له زائد للخمس، وده كله معمول له زائد بقى لايه؟ للتلاتة. حلو. اتبقى لي ايه؟ ان انا بعد ما خلصت دي اهي، كله بقى عندي مثلا هنا بقى في رقم ثابت كله مضروب في الستة، فعندي الستة في علامة ضرب بره هنا، بحيث ان كل ده، ان الستة قبلها رقمين، احنا قلنا كل ده رقم واحد مضروبة في الستة. بس انت كده فكتها من بوست فيكس لايه؟ سوري، من انفيكس لبوست فيكس. طب دلوقتي واحد يجي يقول لي طب ماشي انا حولتها كده، بس دي بشتغلها في الستاك ازاي؟ هقولك.
تعالى بص كده، امسك الارقام من الشمال لليمين. اول حاجه هتدخل رقم 6، فبقى عندك مثلا في الاستاك هنا رقم 6. حلو. بعد كده عندي 5. بعد كده عندي 2. بعد كده عندي 3. وهتقف. ليه؟ لان انا لقيت اوبريشن يبقى انا بقف. بعد كده بعمل ايه؟ عشان بحسب الاوبريشن بتاعتي الاول، بعد كده بكمل. عندي دي بقت الاستاك بتاعتي اهي. حلو. تمام. هنا بيقول لي ايه؟ بلس انا قلت في البوست فيكس يبقى باخد الرقمين اللي قبليه، يعني هيعمل لي بلس للرقمين دول. 3 و2 كام؟ 5. حلو. دي بقت ب5. هو بيعمل ايه بقى هنا؟ بيشوف الاتنين دول زائد بعض بيساوي كام، فبيخزن لك بره 5. اول ما يخزن لك بره 5 يقوم داخل شايل لك الاتنين دول. حلو. ويحط مكانهم 5. كده بقى عندك الاتنين دول اتشالوا. بعد كده هو احنا مشينا 6 و5 و3 كتبناه 8 زائد وعملنا الاوبريشن. بعد كده دخل على 8، لقى 8 قام مزود لي رقم اللي في هنا 5. قام دخل لي في الاستاك مزود لي رقم 8. بعد كده كمل. اذا لقى في علامة ضرب قام وقف، بلا علامة الضرب. عمل ايه؟ قام عامل لي ضرب الرقمين دول اللي هو 8 في 5. لو رجعت بصيت فوق هنا اهو، كان عندي 2 زائد 3 بقوا 5 مضروبة في 8 اهي. 8 في 5. تمام. انا عندي 8 في 5 بكام؟ ب40. احنا قلنا هيخزن لك ال40 بره، وهيجي هنا يعمل لك بوب للرقمين دول، يقوم عامل لك بوش للرقم الجديد اللي هو ال40. حلو. بعد كده هكمل. عدينا البطل، لقيت اوبريشن تاني بلس، يبقى هقف. هاجي اعمل بلس لاخر رقمين عندي اللي هما دول ال40 وال5 وال40. اما تعملوا بلس يبقى معاك هنا كله 45. هيسيف لك بره 45 ويعمل لك لدول بوب، وياخد اللي سايبه بره ويحطه لك هنا. يبقى عندك كده 45. حلو. هيكمل. هيلاقي رقم 3 هيقف، هيخش على الستاك يزود لك رقم 3. حلو. حط الرقم، كمل. عمل لك بوش لرقم 3، كمل. لقى اوبريشن زائد، يبقى عمل بلس لدول ال3 زائد 45 بكام؟ ب48. انا عمل لك ليهم لدول بوب، وعمل لك بوش لل48 دول الانسر بتاعتك. حلو. بعد كده كمل. لقى علامة ضرب، لقى قال لك هعمل ضرب للرقمين الموجودين اللي هما 48 و6. عمل ضرب الاتنين. 48 في 6 بيديك 288، فعمل لك بوب لدول. بقى الاستاك بتاعي فيه 288. هيكمل مش هلاقي حاجة، بس يبقى دي اخر حاجة عندك. فانت هنا بيطبع لك بقى التوب بتاعك اللي هو اخر حاجة اللي هي ال 288. لما تيجي تطبع التوب يطلع لك 288، وده الاوبريشن بتاعك ودي اجابتها. انت بقى لو طلعت فوق وعملت دي حسبتها اهو، كانت اول حاجة 2 زائد 3 ب5. 5 في 8 ب40. بقى معايا دي كده ب40، وشيل كل دي. حلو. 40 زائد 5 ب45. بقى معايا 45 زائد ال3 48. بقى عندي هنا كده في الحتة دي 48. 48 في 6 ب288. يبقى دي كلها بتساوي 288. نفس الانسر طلع معاك. يبقى انت دي بقى طريقة الاستاك بتمشي كده. الاستاك في المسائل زي دي بتمشي